الفجر للاستثمار الداجني قبل حاج وصلي على محمد وما تنساش تشارك في القناة. الفجر للاستثمار الداجني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفجر للاستثمار الداجني ده الفيديو الخاص بالجزء الثاني للدفاية الزيت. ان شاء الله النهاردة احنا في الفيديو ده هنعمل تجربة واقعية وعملية لتشغيل الدفاية دي. تمام. طبعا ده بيسموه موقد او بيسموه طباخات او دفايات تشتغل بزيت الرجوع. طيب احنا هنا في الفيديو ده هنعرف ازاي خطوة بخطوة نشغل الدفاية دي. في البداية احنا بنعمل ايه؟ في البداية بيكون عندنا مصدر للزيت المحروق او بيسموه زيت الرجوع. ده بيكون زيت طالع من مثلا من مواتير العربيات او مواتير الموتوسيكلات او ايا كان، بيكون شكله زي كده. طبعا الزيت ده بيكون اللزوجه بتاعته، بصوا كده اللزوجه بتبقى مستوى اللزوجه منخفض، هو محروق يعني. فبنجيب كميه زيت زي كده وبنكبها في الخزان. طبعا انا هكب اكتر من كده طبعا، بس انا ايه يعني ايه نكب الزيت اهو كده بالوضع ده. تمام. نكب الزيت اهو. تمام. وبعد ما نكب الزيت بنعمل ايه؟ بنفتح الحنفية الخاصة بالخزان. الحنفية دي بنفتحها في الاول وليكن بمعدل كبير اهو كده لحد ما اللي يبدأ الزيت ينزل من الحنفية اهو. شايفين بيحصل ايه؟ الزيت بيبدأ يتدفق من الحنفية. تمام. الزيت بيبدأ يتدفق من الحنفية وهيبدأ يمشي في الماسورة دي لحد ما يوصل للمحرقة او بيسموها الفونيا. تمام. هو طبعا الزيت بياخد وقت حوالي مثلا من دقيقة لدقيقتين مثلا اهو. الزيت شايفين الحنفية بتنزل ازاي؟ شايفين اهو الحنفية بتنزل زيت اهو. الزيت يبدأ يمشي في الماسورة دي بعد كده لحد ما يوصل للمحرقة. تمام. بمجرد ما هنلمح الزيت هنا هنبدأ نعمل عملية الاشعال وناخد بالنا بتحصل ازاي. تمام. بمجرد ما نشوف الزيت مثلا بعد دقيقة او دقيقتين من فتح الخزان هنبدأ نعمل عملية الاشعال. دي بتحصل ازاي بقى؟ بنبدأ نجيب حتة كرتونة زي كده، حتة كرتونة اهو، وبنحطها هنا. تمام. بنجيب حتة كرتونة زي كده ونحطها في الموقد نفسه، وبعد كده بنجيب بنزين علشان نسرع من عملية الاشعال. بالنا نكب البنزين بس لو نقطتين بس حتى في البداية اهو. تمام. احنا مش عايزينهم غير نقطتين معذرة. البنزين اتكب بكمية كبيرة يمكن في البداية مش هيضر في حاجة ان شاء الله. المرحلة اللي بعد كده هنركب البلور. تمام. البلور ده بيكون جاي ليه اكتر من مخرج. تمام. احنا كل دي مخارج خاصة بالبلور، احنا بنركب منهم واحد ونبدأ نحط البلور في الماسورة دي كده. تمام. طبعا البلور لازم بعد ما يتحط بيتلف بشريط لحام او بلاستر، بس احنا علشان الوقت يعني وعشان بس احنا بنجرب فممكن ما نركبوش، لكن عادي لو ركبناه زي ما في الوضع ده مش هتفرق معنا. ونبدأ بقى نشعل الموقد بكده. بعد ما ركبنا البلور ولفلته بس بحتة بلاستر صغيرة. تمام. هبدأ اجيب حتة كرتون. طبعا بعد ما بنفتح خزان الزيت بنتأكد ان الزيت وصل في المحرقة. شايفين الزيت وصل اهو. نبدأ نعمل عملية الاشعال. بنشعل ازاي؟ افضل حاجة نولع بيها هنجيب منديل زي كده، منديل ورقي. تمام. منديل ونحطه هنا، نحط المنديل هنا. تمام. ونحط عليه شوية بنزين او بنفس الطريقة منديل ونحط عليه شوية بنزين. نيجي نجيب حتة كرتونة زي كده. تمام. او ممكن نولع في المنديل على طول، بس انا هنا ايه يعني بولع بكرتون الاول اهو. بجيب حتة كرتونة زي كده واولع فيها بالولاعة اهو. ومجرد ما النار تمسك في الكرتونة كده برميها هنا، برميها على المنديل اهو. تمام. يبدأ بقى ايه؟ يبدأ عملية الاشعال. طبعا الدخان اللي بيطلع في البداية ده عشان احتراق الورقة والمنديل، لكن بمجرد التشغيل هتلاقي الدخان ده كله اختفى. وهنشغل ونشوف مع بعض. بكده احنا بعد ما شغلنا البلور نلاحظ النار. طيب النار ماسكه اهو وكله تمام. طبعا العادم مفيش عادم خالص طالع انا شايفه. تمام. لكن لو انا عاوز اعلي درجة النار بعمل ايه؟ بفتح الخزان اكتر من كده اهو
تمام، بفتح الخزان اكتر من كده بحيث ينزل زيت بطريقه اكتر، واستنى دقيقه وتبدا النار تعلى معايا. النار اهو، يعني انت بس دقيقه والنار تبدا تعلى. شايفين النار بدات تشد ازاي؟ دقيقه واحده اختصارا لوقت الفيديو ونشوف النار اهو. النار بدات تعلى اكتر واكتر، النار بدات تشد اهو، النار بدات تشد. طبعا احنا لو سبناها فتره كبيره عمرها ما هتفصل. طبعا ده البلاور اهو، بسم الله ما شاء الله، يعني قوه نار جباره اهو. هتبدا تشد اهو، عماله تشد اكتر. طبعا مفيش دخان طالع منها اهو، مفيش دخان ولا صماد ولا اي حاجه، مفيش دخان طالع منها نهائي. طبعا عاوز انوه تنبيه بسيط، اي مصدر تدفئة في المكان سواء كان غاز او زيت لازم يكون فيه عادم ولو بسيط. شايفين النار؟ شايفين بسم الله ما شاء الله النار عماله تشد اكتر واكتر. طبعا انا لازم اوطي شويه طبعا علشان النار ما تشدش جو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اهو. طبعا حاجه محترمه جدا. بسم الله ما شاء الله. ال4 لتر زيت يعادلوا شغل انبوبه. ال4 لتر زيت يعادل شغل